واش فراسك بلي المازوت اللي كدير في الطوموبيله ديالك غالبا ما عنده علاقه جغرافيه بصداع مضيق هرمز، ولكن الشناقه واجدين باش يشعلوا فيه العافيه. خصنا نفرقوا بين الحقيقه والسينما. الملحمه اللي واقعه في مضيق هرمز بعيده كليا على المسار ديال البترول اللي كيستوردوا المغرب من روسيا او لا من امريكا، اللي كيدوز عبر مضيق جبل طارق. قانونيا المسارات امنه، ولكن اقتصاديا هاد الخلعه هي الفرصه الذهبيه للمضاربين باش انهم يرفعوا الاثمان بلا مبرر واقعي. هنا كيتجلى الدور ديال القانون 114 المتعلق بحريه الاسعار والمنافسه. الدوله خصها تضرب بيد من حديد على اي محاوله ديال الاحتجاز التعسفي للسلع او الرفع المصطنع للاثمان. استغلال الازمات الدوليه باش تمص دم المواطن محليا هي جريمه اقتصاديه واللي كيعاقب عليها القانون المغربي. الرساله واضحه، حنا مأمنين طاقيا والسلعه راها موجوده والمسارات مفتوحه. في الساعات الجايه ردوا البال من الاشاعات اللي كتخدم مصلحه الشناقه. السؤال اللي كيهمنا اليوم، واش كيبان لكم بلي لجان المراقبه قادره انها توقف في وجه الشناقه، ولا غادي نخلصوا ضريبه صراع بعيد علينا بالاف الكيلومترات؟